السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معكم سيد عزيز. اتبعتت أسئلة كتير على صراحة، فهنبدأ في الفيديو ده إن شاء الله نجاوب على اللي نقدر عليه مني، لأن هي أسئلة كتير. ممكن تلاقوا جزء تاني للفيديو على حسب، لو سألت أسئلة تانية ممكن نعمل جزء تالت وهكذا يعني، بحيث ايه نجاوب على كل الأسئلة اللي بتتبعت يعني. لأن في ناس بتقول أنت بتنزل رابط ما بتجاوبش والحاجات دي، بس هو بيبقى يعني السؤال عايز كلام كتير وكتابة كتير يعني، وفي أسئلة اتبعتت كتير برضو. فالمهم يعني ايه، اختصارا للوقت هيجاوب ان شاء الله كده على كل سؤال اتبعت. ولو في اسئله كتير حوالين موضوع معين، فهتلاقيني ايه بتكلم عن الموضوع ده وبرد على كل الاسئله اللي هي خاصه بيه. تمام، علشان برضو تبقى انت ايه يعني مركز معانا وخدت اكبر فايده من الموضوع، عشان مش هشتت انتباه كل واحد بيتفرج على الفيديو. تمام. هنبدا بموضوع ايه بقى 57، وده اكتر حيز يعني اكتر اسئله جت عليه هو. تمام، فهنبدأ نجاوب بقى على كل سؤال اتبعت، وهنتكلم عن الموضوع من الأول برضه عشان تبقى الصورة واضحة لك كده، حتى لو في حاجة مش فاهمها تفهمها. تمام. أول حاجة بقول لك إزاي أروح 57. بص يا صاحبي، أنت في كلية التمريض، المفروض إن الكلية بتاعتك في السنة 5 سنة الامتياز، على حسب طبعا كل جامعة. يعني لو هتكلم على الجامعة بتاعتي مثلا وقيس عليها يعني. تمام، المفروض إن الكلية بتاعتك بتعمل إيه بروتوكول مع المستشفى. عندك مستشفى الجامعي، دي اكيد هيروح لها ايه، هيروح لها عدد من الكليه، لازم عشان يغطي ايه، يغطي الشغل هناك وكده يعني. وبعد كده هيطلع من الكليه برضو على حسب تعاقد الكليه نفسها مع المستشفيات، هيطلع منها عدد لمستشفيات خارجيه، المستشفيات الخاصه. تمام. ف... فالمفروض انت يعني كطالب امتياز بتشوف الكليه بتاعتك بتتعاقد مع ايه من المستشفيات، وبتقدر تقول والله انا مثلا هقدر اروح المستشفى دي ولا لا. على سبيل المثال انا مثلا اكون قاعد في كليه تمريض في المكان الفلاني، فالمكان ده ما تعاقدش قبل كده مع 57 ومش بيتعاقد معاهم، بيبقى كده مفيش فرصه ان انا اروح. ما ينفعش مثلا اروح 57 واقول لهم انا عايز اجي عندكم امتياز وكده فشوفوا لي جواب. مفيش الكلام ده، في ان الكليه بتسال تشوف لجنه الامتياز بتاعتك في الكليه. السنه دي مثلا هتروح ايه، لو انت في سنه رابعه يعني، السنه دي مثلا الكليه هتتعاقد مع ايه. على فكره الاتحاد الطلاب ساعات بيقدر ايه، يقدر يتواصل مع مستشفيات معينه ممكن تكون في يعني السنين السابقه ما راحتش ما تعاقدتش مع الكليه بتاعتك، ويقدر يجيب منها ايه، يجيب منها تعاقد. بيكلم الاتش ار اللي هناك، وده شغل يعني تبع اتحاد الطلاب. تتواصلوا معاهم برضو، تقولوا لهم والله مثلا يعني لو تقدروا تتواصلوا مع مستشفى مثلا السلام، مستشفى مثلا السعودي الالماني، مستشفى 57، مستشفى مجدي يعقوب، تكلموهم وتقولوا لنا مثلا، قولوا لهم ان احنا عايزين يحصل بروتوكول كده بين الكليه والمستشفى، وعايزين طلبه مثلا ايه، عدد من الطلبه يجوا عندكم. طبعا ايه بيحصل يعني الكلام ده بشكل رسمي، وتلاقي لجنه الامتياز في الكليه بتبعت برضه فاكس وحاجات زي كده يعني. تمام. فانت براك الموضوع ده، انت بس بتتواصل مع اتحاد الطلاب او ايه لجنه الامتياز اللي في الكليه، بتعرف منيها المستشفى الكليه هتتعاقد مع انهي مستشفيات. تمام. كده انت عرفت تمسيك اذا كان ايه في فرصه تروح 57 ولا لا. عرفتها ازاي؟ عرفت ان المستشفى هتتعاقد، الكليه هتتعاقد مع المستشفى ولا لا. لو في تعاقد هيحصل، فانت ايه هتبدا تبص بقى ايه شروط المستشفى علشان تقبل طلبه من الكليه. يعني على سبيل المثال في سنه من السنين عندنا كان يقول لك عايزين اول 30 طالب مثلا، وهنعمل لهم انترفيو وهناخد منهم ايه اللي بالنسبه لنا تمام يعني العدد اللي احنا محتاجينه، وعلى حسب بقى الطلب يعني. احنا عملنا انترفيو فبناء عليهم هم يعني بيشوفوا انهي اللي محتاجاه المستشفى اكتر. تمام. فيبقى كده انت ايه ده كان مثلا بسبب التقديرات والاول او الترتيب والكلام ده. فانت بتشوف نفسك انت قاعد في اول 30 في اول 20 حاجات زي كده، وبتقدر برضه تقيس يعني، تقول انا ان شاء الله مثلا فيهم فهروح مثلا يعني هقدم واكتب اسمي والكلام ده. ولا طبعا لا مش عايز تروح بتقول مش عايز اروح يعني عشان تبقى عارف. السنه من السنين تاني اللي هي السنه مثلا اللي فيها كان بيقول لك مش عايزين اول 30 يعني، مش شرط، احنا عايزين بس الشرط الخبره والعمل سابقا. يعني واحد مثلا اشتغل قبل كده في المستشفيات، نزل قبل كده واتدرب واتعلم ومش عارف ايه ويده ايه واخد على الشغل، فلما يجي يعني ده بالنسبه لنا ايه هو اللي محتاجينه اكتر. فتبدا بقى الكليه يا جماعه مثلا اللي عايز يكتب اسمه او اللي عايز يقدم الشروط كذا كذا اللي هو الخبره والعمل سابقا. فبتبدا بقى ايه تكتب اسمك، وبعد كده طبعا يعني لو العدد زاد ده معرفش الكليه هتختار بناء عليه، مثلا ممكن على التقدير، ممكن يقول لك هناخد اول 30 مثلا وكاتبين اساميهم هم عندهم خبره وعمل سابق. فاهم ازاي؟ لا والله مثلا المستشفى طلبت مثلا 20 وما كتبوش اسمهم غير 20 واحد، فتمام هات ال 20. فهمت ازاي؟ ده بالنسبه بقى ايه لا اما التقديرات يا اما الخبره والعمل سابقا. كده انت عرفت نفسك رايح المستشفى ولا لا، او هتروح الانترفيو ولا لا. تمام. اما الموضوع القبول ده تتقبل في المستشفى ده ايه، دي حاجه تانية يعني، دي تبعهم هم في الاخر، في الاول في الاخر بيحددوا
الشخص ده مثلا بناء على الانترفيو اللي حصل هو اكسبتد او مقبول بالنسبه لنا ولا لا. بس على كده برضو المستشفيات زي مجدي يعقوب، زي السعودي الالماني، ايا كان المستشفى، لو الكليه بتاعتك تعاقدت معاه، عملت بروتوكول معاه، وقدروا يتواصلوا مع الاتش ار بقى وظبطوا الدنيا يعني، والكليه نفسها عايزه تودي طلبه هناك، فاعتبر ان شاء الله الموضوع ايه يعني، اذا وافقت المستشفى فاعتبر الموضوع كده ايه يعني، هتاخدوا طلبه من عندكم وهتبداوا تجهزوا نفسكم وتشوفوا المستشفى دي ايه شروطها، هل بالتقديرات، هل بالخبره والعمل سابقا، هل يعني شوفوا ازاي هتحصل وبتبدا تقدم يعني، فاهمني. الموضوع ده بيبقى بعدين بينك انت وبين الكليه، فما تضيعش بقى الفرصه وتبقى مش متابع والكلام ده كله. مجدي يعقوب مثلا، لو هتكلم، مجدي يعقوب اخذت من عندنا عدد، بس كانت شرطه انها اولاد فقط، وكانت شرطه موقف الاولاد اللي هتقدم دي من الجيش انه يكون ايه، يكون هياخد اعفاء. طب ازاي هيعرف نفسه بقى ده اللي هو مثلا يعني وحيد والكلام ده يعني، فاهمين انتوا القصه دي. اهم حاجه يكون ايه، مش هيخش الجيش، لان هياخد سنتين من امتياز مش سنه واحده، ودي برضو بيبقى مكتوب في العقد ان الطالب هيروح ياخد سنتين امتياز مش سنه واحده دي. فدي ايه برضو حاجات كده بتعرفها اكتر من لجنه الامتياز اللي بتبقى في الكليه عندك. تمام. المفروض ان انتوا من اول ما تدخلوا سنه رابعه اصلا بتبدا تفكروا في الموضوع ده، لان يعني الحاجات دي بتاخد وقت، ما يعني ايه تقدموا بسرعه، مثلا تشوفوا المستشفيات اللي انتوا عايزين تروحوها وهكذا. تمام. بيسال برضو بيقول هل في انفكشن، تمريض في المستشفى ولا لا. لو هو اكيد لازم يكون في تمريض انفكشن في المستشفى يعني، لان يعني ده قسم او دي حاجه لازم تبقى موجوده في المستشفى، مش ما ينفعش يبقى ما فيش حاجه اسمها انفكشن كنترول او تمريض في المستشفى. وعلى فكره برضو يعني من الحاجات الحلوه اللي عجباني جدا في 57 ان الانفكشن هناك، في انفكشن بيمر ويشوفك ماشي بالبوليسي ولا لا، وفي انفكشن تاني بيمر بيعمل حاجه اسمها ايه اورينتيشن او بيعمل اديوكيشن. تمام. بيبقى يمر مثلا يختبرك، يشوفك عارف المعلومات ولا لا، بتعرف الستبس ولا لا بتاعت مثلا الهاند هيجين او بتاعت مش عارف، يعني اي خطوه او اي بروسيجر مثلا في حاجه ايه انفكشن مهمه يعني، واصله لك. فتلاقي كل فتره كده بيمر عليك حد وطبعا لو حصل ان في اختيارات كتير في الدور، او يعني في حاجه، في مشكله مثلا، حاسين ان في شخص عنده مشكله في الانفكشن يعني، ما عندوش معلومه زياده او معلومه كافيه او كده، الانفكشن بيركز عليه ان هو يديله اورينتيشن ويديله سبورت كده ويعلمه، مش اللي هو اختيارات. فهمت ازاي؟ الحته دي حلوه خالص والله، وفرقت معايا جدا يعني بعد الحاجات هنا. في سؤال تاني اللي هو انا معهد وكده وينفع اروح يعني لسه طالب، هل ينفع اروح اتدرب في 57 او اشتغل مثلا في 57 في اللي هو في الاجازه وكده؟ ده تقريبا يعني ما شفتوش قبل كده في المستشفى هناك. التدريب بيجي بشكل رسمي من الكليه والكلام ده. اما بقى اروح اشتغل ده لازم مزاوله، لازم مزاوله مهنه يعني. ما اظنش ان هم بيشغلوا حد هناك يعني، كل اللي شغالين الستاف الاساسي هناك بتاع كله يعني هني ده معاه كارنيه مزاوله، وبيبقى لا اما امتياز، يعني انت طالب امتياز هناك، يا اما معاك مزاوله مهنه وموجود في المستشفى، فاهمني. ممكن يكون فاهم الموضوع غلط. هو يعني اللي اعرفه انا، واللي زي ما قلت كده في بدايه الفيديو، ان الكليه بتتعاقد مع النيده مع المستشفى، يبقى الكليه هتبعت عدد من المستشفى. تمام. انت بقى امتيازك ازاي تروحيها، فزي ما قلت في اول الفيديو، المفروض انت تشوف الكليه وتشوف بتاخد الشروط ايه والكلام ده. لو بقى رحت في مستشفى تاني مثلا مستشفى الجامعه بتاعت القاهره او ايا كان المستشفى اللي رحتها، فمش هينفع تحولي عشان محل اقامتك، هو مش هينفع تحولي اصلا يعني، هو خلاص على العدد اللي راح هو اللي هتجيبك، خلصت. وما ينفعش مثلا يعني، ما فيش اي طريقه تانية غير كده بالنسبه للامتياز يعني، ان انا اروح اخد امتياز هناك لازم من الجامعه، والجامعه بتبعت العدد وخلاص، ما بتبعتش عدد تاني بقى وهكذا. فاهم؟ فالمعلومه ممكن تكون ايه فاهمها غلط، زي ما قلت في بدايه الفيديو، الطرق اللي انت بتقدر تقدم فيها في المستشفى، او تروح حتى تعمل انترفيو يعني. تمام. في حد بعت لي بيقول ان هم رايحين زياره ل 57، فعايز يقابلني هناك يعني لو بيسأل ينفع تكلمني ولا لا، طبعا يا اسطى انا هتشرف بيك، فكلمني في اي وقت وان شاء الله لو موجود في المستشفى في اليوم ده فاكيد يعني ان شاء الله باذن الله نتقابل يعني. بالنسبه ان انا الف يعني، انت بتسالني برضو هل تورينا الاماكن والكلام ده، هي دي حاجه يعني صعبه بالنسبه لي، لان انا ممكن اكون مرتبط بشغل يعني، مش هينفع انزل اسيب الشغل والف معاك وكده. ممكن ننزل نتقابل مثلا نتصور يعني كده، لكن بالنسبه للتور في المستشفى وتلف تشوف الاماكن والحاجات دي، ده بيبقى ايه معاك حد من المستشفى كده مختص يعني. تمام. وطبعا هيبقى احسن مني لان هو شغله، فاهمني. فطبعا ممكن تكلمني لو حابب وانا تحت امرك في أي وقت يعني. جمعت كل الاسئله يعني اللي هي خاصه بالمستشفى 57 اللي اتبعتت وجاوبت عليها، وقلت برضو القصه يعني كده من اولها لاخرها عامله ازاي.
موضوع بقى القبول والرفض ده حاجه تاني ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني لو عايزين. الاسئله اللي جايه بقى انا هعرض الرساله واجاوب على طول، تمام. بس صاحبي الفرق كبوزيشن يعني بعدين هو واحد خلص كليه تمريض، الشهاده اللي معاه بكالوريوس تمريض، وواحد تاني خلص كليه تمريض معاه بكالوريوس تمريض. سواء جاي من المعهد سواء جاي من ثانوي عام، فالاثنين في البوزيشن واحد. لكن في الخبره في المعلومات بتختلف من واحد للتاني. ممكن من المنطقي بالنسبه لك يكون يكون طالب المعهد اللي هو اخذ 5 سنين قبل ما يخش الكليه، فهو عنده معلومات اكتر، عنده خبره اكتر، وده وارد جدا يعني وبيحصل كتير. وفي ساعات بتبقى ممكن تلاقي العكس، ممكن تلاقي حد من تمريض يعني من كليه دخل كليه من ثانوي عام، ممكن تلاقي الانجليش بتاعه احسن، تلاقي عنده معلومات اكتر، ممكن يشتغل على نفسه يعني وتعب وكده. فاهم ازاي؟ فمش مقياس قوي، ولكن وارد ان بتاع المعهد يكون عنده خبره افضل، او يعني يكمن ان هو خد عدد سنين اكتر يعني، تمام. بس كبوزيشن بعد ما يتخرج من الكليه اتنين بكالوريوس تمريض اتنين بيجيبوا التكليف عادي وهكذا يعني. صعب هيك انت بتقول انا عايز اتدرب، فانت مش محتاج تعرف حاجات كتير يعني. انت لسه راح تتدرب وراح تتعلم والكلام ده كله، فمش محتاج كمان طريقه تقدم بيها نفسك يا جماعه انا والله طالب وعايز اتدرب يعني، عايز اتعلم كده التمريض والدنيا دي والشغل علشان ابدا بقى اشتغل مثلا. ممكن المكان نفسه تبدا تشتغل فيه، ممكن تروح مستشفى الجامعه عادي اللي انت فيها، تنزل في فتره الدراسه تنزل تتدرب فيها يعني. في ناس بتسمح بكده، في مستشفيات بتسمح بكده، تمام. اهم حاجه بتبقى معاك حد كده يعلمك يعني، فاهم ازاي؟ دي اهم حاجه يعني. المفروض ان بتاع الاكاديميه ملوش او مش مصرح له انه يشتغل في مستشفى، ولو اشتغل في البرايفت يعني بيبقى شغال ممكن نيرسنج ايد. واللي ما يعرفش يعني ايه مساعد تمريض يعني اللي هو بياخد مثلا منك العينه ينزلها مثلا المعمل، مثلا في محتاجين ننقل مريض من مكان لمكان فبينقلوا. فاهمني ازاي؟ ده شغل النيرسنج ايد في المستشفى. شغل ملوش دعوه بالنيرسنج سكيلز يعني، تمام. يعني ما تشوفوش مثلا بيركب كانولا او ما تشوفوش مثلا بيسحب عينه او الحاجات اللي هي خاصه بشغل التمريض، مش مصرح له انه يعمل كده، تمام. اصلا لحد دلوقتي لو يعني المستشفيات بتاخد بالاحتياج، تمام. فالتكليف في التمريض في عجز في مصر بشكل كبير جدا. فانا بالنسبه لي سواء والله حتى لو ما فيهوش عجز يعني او اللي هو يعني ممكن تلاقي التكليف فعلا والكلام ده، انت بعد ما بتتخرج ليك فرصه في المستشفيات البرايفت يعني عالي جدا، فهم بيحتاجوا بكالوريوس تمريض وهكذا يعني. فالمهم مش عايزين ندخل في السكه دي. انا بالنسبه لي قرار انك تكمل كليه هيكون افضل واحسن بالنسبه لي. انت بقى شايف غير كده، ده حقيقة عندك انت بقى براحتك. كليا دلوقتي سنة 5 امتياز، تمام. بالنسبة بقى لموضوع قفلت من الكلية ويعني وامتحانات جاية وكده، فأنا يعني كل اللي فات دي أقوله لك إن أنت تذاكري، بس تذاكري بالطريقة الصح اللي هي ما تخليش كده نفسك دايما مقفولة كده. فاهمة ازاي؟ شوفي طريقة تذاكري بيها تكون مناسبة معاكي يعني. طبعا بتختلف من شخص للتاني يعني، حتى لو الأسلوب نفسه كويس بس برضو ممكن يكون يعني معاك انت مش احسن حاجه، ولكن شوفي طريقه تذاكري بيها. تاخدي بريكات مثلا وسط المذاكره عشان ما تحسيش في ضغط والكلام ده، وتقسم الحاجه. طبعا يعني كل ما الحاجه الكبيره تتقسم هتلاقي انها اخف، وتلاقي نفسك يعني بتاخدي وقت اكتر في المذاكره والمحصله بتزيد معاكي وان شاء الله هتلاقي نفسك مستعده باذن الله للامتحانات في وقت قريب يعني، او قبل ما يجي الامتحان. يعني الموضوع ان انا اشيل ماده فمعناه مش هكمل كليه، ده مفيش الكلام ده. بس الفكره بقى ان انت محتاج تجيب مجموع كويس علشان علشان تقدر تجيب المجموع اللي بتدخل بيه الكليه يعني. المعهد المفروض ان ليه حد ادنى تدخل تقدم اصلا يعني في الكليه وكده. ف... فمعنى ان انت شلت ماده او مادتين مش معناه ان التقدير العام بتاعك هيبقى وحش خالص يعني. على حسب بقيه المواد، ممكن يكون بقيه المواد جايب فيها تقديرات كويسه. فلو يعني جاب تقديرات كويسه في بقيه المواد والسنه الجايه وكده، فهتلاقي نفسك ان شاء الله من ضمن المرشحين يعني، جايب الحد الادنى للتقديم. ساعتها هتدخل عادي، مش هيقولك والله انت لا كنت شايل ماده او مادتين، مفيش الكلام ده. بص لو هنتكلم على ارض الواقع فهو صعب جدا يعني. دايما الاوائل في اي دفعه يعني، غير لو مختلف في الموضوع ده عندكم، بيبقوا جايبين المواد امتياز وجايبين تقديرات تبقى فوق 90%، 91 و92 وكده. ولو هو بقى ما قدرش يحافظ على الترتيب بتاعه والتقديرات بتاعته وانت بتجي تعلي وكده، فممكن في احتماليه. لكن لو هتكلم على ارض الواقع ده ما بيحصلش يعني. دايما الاوائل يعني بينافسوا بعض، العشرة الاوائل بينافسوا بعض. تلاقي الترتيب ممكن تلاقي ال 11 مثلا، ال 12 ال 13 يخش فيهم، لكن تلاقي حد مثلا ترتيبه 20 30 الكلام ده ويدخل ينافس مع الاوائل، بتبقى صعبه وانا ما شفتهاش. الله اعلم بقى التقديرات عندكم عامله ازاي، وهل التقدير ده بالنسبة للأوائل يعني. قارن نفسك كده، شوف هو بيجيب قد إيه وأنت بتجيب قد إيه، وهو محافظ على مستواه ولا لأ، وأنت بتطور من مستواك ولا لأ.
وساعتها تقدر يعني تحولي من محافظة للتانية يعني، أو من كلية للتانية، علشان دكاترتها أسهل وأصعب والحاجات دي. أنا شايفه مش أحسن يعني، مش صح. وبالنسبة لي يعني إيه، ما أنصحش حد يعمل كده يعني. لا، كمل في الكلية واشتغل على نفسك واستغل الموضوع إن يعني الدكاترة صعبين، بس أنت إيه، يعني هتضغط على نفسك في المذاكرة أكتر، هتشتغل أكتر وهكذا، فهتطلع أنت المستفيد في الآخر يعني. تمام. وان انت ترجع برضو محافظة تاني تاخد فيها الامتياز وكده يعني، هتحاولي بعد كده ترجع تحاولي تاني. يعني موضوع بصراحة ما رجحوش خالص. شغل في القاهرة وكده ده يعني، انا ما لفتش، ما دورتش في المستشفيات. تمام. ولكن في بعض المستشفيات هي اللي بتاخد من غير مزاولة مهنة يعني. كان يعني لي بعض الزملاء كده اللي شغالين في المستشفيات، بس انا ما يعني ما حطيتش الموضوع في دماغي، فما دورتش وما سألتش، فاهمين. و... ففي بعض المستشفيات بتاخد المزاولة، وفي مستشفيات كتير بقى مرتبطة لازم مزاولة مهنة. انت المفروض هيك انت بتقول عايز اتدرب. تمام. انت بتدخل عادي يعني، لو انت هتروح مستشفى برايفت مثلا، فالمفروض يعني اولا بتشوف حد من هناك يعني، يساعدك، يوصلك للمستشفى، يوصلك يعني الناس اللي هي مسؤولة عن التوظيف او مسؤولة عن التدريب وهكذا. فانت يعني مش محتاج بقى تقول لهم والله انا اشتغلت وانا عملت. انت رايح تتدرب، اقول ما عايز اتدرب، عايز اخد فتره تدريب مثلا في المستشفى عشان اتعلم وهكذا، وبعدين ممكن اكمل في المستشفى اشتغل فيها وهكذا يعني. التدريب يفرق عن الشغل. موضوع التدريب المفروض ان هو ايه، مش محتاج اوراق ولا اي حاجه. انت بتخش المستشفى وتقول له عايز اتدرب، لو هو بالنسبه يعني كسياسه المستشفى شايف ان ينفع حد يتدرب فتمام موافق. مش سياسه المستشفى بتمنع ده، او مش محتاجين او ايا كان يعني، فممكن يرفض. دي حاجه طبعا حسب كل مستشفى. فده بالنسبه للتدريب. اما الشغل بقى، انت عندك مثلا خبره وكده وعايز تشتغل، فبرضه حسب المستشفى بقى يعني، غالبا بيطلب كارنيه وزارة مهنة والكلام ده. فلو مش معاك بقى مش بيقبل. في مستشفيات تانية بتبدأ تقبل مثلا طلبة الامتياز كشغل مثلا فيه. تمام. ده لكن موضوع الأوراق وكده، أنت مش بتحتاج مستندات وأوراق وتلف والكلام ده. مستشفى الجامعة طبعا بتبقى محتاجة إيه، اللي هو الجواب بتاع، اللي هو التدريب يعني، بتبقى محتاجة الجواب بتاع الكلية. تمام. لما بتبقى نازل مثلا أثناء فترة الدراسة، فأنت يعني عارفين بقى إن أنت في الكلية، فاهم، جاي تتدرب أو جاي نازل مثلا مع حد من الدكاترة والكلام ده. نكتفي بقى يا جماعة في الفيديو ده لحد هنا، عشان احنا طولنا كده في الفيديو، وكمان لسه في شوية أسئلة تانية ما جاوبتش عليها يعني. فإن شاء الله نعمل جزء تاني. لو سؤالك بقى ما كانش من ضمن الأسئلة اللي في الجزء ده أو في الفيديو ده، فإن شاء الله في الفيديو التاني تلاقيها يعني. تمام. لو عندكم أسئلة برضو بعتوها، ومتنسوش بقى تضغطوا لايك للفيديو.